السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا الأبطال، يا رب تكون بخير. النهارده إن شاء الله هنحل مع بعض الفيديو البسيط ده ولا الكويز اللي جه في الحصة بتاعت النهارده. أسئلته جميلة، أسئلة فيها أفكار، جميلة في امتحانات قبل كده، فركز معايا. السؤال الأولاني بيقول: أي العبارات التالية غير صحيحة؟ ركز يا كفتة في كلمة غير صحيحة. بالنسبة لجهاز الغدد الصماء، تمام، يتكون من غدة غنية بالشعيرات الدموية، أكيد طبعا، وعشان أقول على حاجة إنها غدة صماء لازم تكون محاطة بشبكة من الأوعية الدموية عشان تكب إفرازاتها فين؟ في الدم مباشرة. هو عايز العبارة غلط، هي دي صح. متناثل الأجزاء يعني كل حتة في حتة، يعني فعلا. يعني هتلاقي الغدة الدرقية هنا، هتلاقي مثلا القذرية هنا، هتلاقي بقى خيبتك هنا، فاهم؟ يبقى هي متناثلة الأجزاء، يبقى دي برضو عبارة صحيحة. يتحكم في وظائف الجسم، أكيد يا ولاد. طب هل هو جهاز مرتبط تشريحيا؟ يعني هل موجود في مكان واحد يا ولاد؟ لا. يبقى هي دي العبارة الخاطئة، الإجابة جيم. السؤال اللي بعده: أكبر غدة في جسمك وأنت مغمض، وأنت مغمض الدرقية. أصغر غدة في جسمك وأنت مغمض النخامية. يبقى مين أكبر واحدة؟ الدرقية. ومين أصغر واحدة؟ النخامية. واحفظها المعلومة دي. اللي بعده: أي العبارات التالية صحيحة بالنسبة للغدة المايسترو؟ والله يا ابني الغدة المايسترو دي هي الغدة النخامية، وانت عارف يا دكتور ان الغدة النخامية تتحكم في افرازات الهرمونات الدهنية. زي مين؟ مش احنا قلنا يا جماعة ان الغدة النخامية بتطلع هرمون اسمه الاي سي تي اتش؟ قلت لي ايوه. والاي سي تي اتش ده اصلا بيشتغل على قشرة الغدة الكظرية. وكل هرمونات القشرة عبارة عن ستيرويد هرمون او هرمونات دهنية، وبالتالي الإجابة ألف. السؤال اللي بعده: اي الهرمونات يؤثر في انسجه غير غديه؟ حليناها في الكتاب وحليناها في كل حته. طبعا الاي دي اتش يا ولاده بيشتغل على الكليه، انسجه غير غديه. الهرمون الذي يحفز تكوين غدد قنويه وغدد صماء. واحده واحده. تعال نبدا بالاف اس اتش. الاف اس اتش، الاف اس اتش ده بيشتغل على الانابيب المنويه في الذكور، ودي عباره عن انبوبه يعني فيها قناه، يعني بيحفز قنويه. وفي نفس الوقت كان بيكبر حويصله جراف في الستات. وحويصله الجراف بتطلع هرمون يا ولاء اسمه الاستروجين. وادام الحويصله بتطلع هرمون فممكن نعتبرها غده صماء. يبقى هو اشتغل على الناحيتين اهو. في الرجاله عمل قنوات، وفي الستات عمل حويصله جراف كبرها، وابتدت تطلع هرمون الاستروجين، وعشان كده قلنا عليها غده ايه؟ صماء. يبقى الاجابه اف اس اتش. الست المخيفه دي كانت مناخيرها صغيره، بص مفرشحه ازاي، ما شاء الله. شاف وشها بقى جاموسه كبيره ازاي. يبقى دي وليه عندها ايه بقى؟ اكرو ميجالي. ليه يا دكتور ما قلتش عملاقه بقى؟ لان قايل لك عندها 16 سنه يا ابني، يعني واحده كبيره. يعني الاكرو ميجالي ده بيجي فين؟ بعد البلوغ. يبقى طبعا الحاله دي قصتها ايه؟ زاد عندها افراز هرمون النمو ولكن بعد البلوغ. كم عدد الهرمونات التي يتم تصنيعها في الفص الخلفي؟ قلنا الفص الخلفي لا يصنع الهرمونات، ولكن هرمونات الفص الخلفي يتم تصنيعها بواسطة منطقة تسمى منطقة تحت المهاد. وبالتالي يا جماعة الإجابة هنا طبعا هتبقى زيرو. في عيال بهايم كتير قوي عملوها اتنين بريالة، صعبانين عليا، صعبانين عليا يا حلوين. يبقى الإجابة ألف. صفر. ليه صفر بقى؟ لأن أنا قلت الفص الخلفي ما بيصنعش هرمونات. امال مين بيصنع؟ تحت المهاد. حلو. ركز معايا في السؤال اللي بعده. يقول لك بعض الهرمونات لا تنتجها غدة صماء. تمام، من هذه الهرمونات مين؟ طبعا يا جماعة هرمونات الفص الخلفي دي طالعة من منطقة تحت المهاد، يبقى هرمون الأوكسيتوسين. عند حدوث جفاف في الجلد، بص يا ابني، جفاف في الجلد يعني ما فيش ميه في جسمك، انت مقشف، انت مقشف يا ابني يا كحيان، انت ما عندكش ميه في جسمك. فربنا يبتدي يصنع لك هرمون بقى الاي دي اتش. هرمون الاي دي اتش بقى ده يرجع لك الميه للجسم تاني، تاني. فيبتدي بقى ايه؟ يزيد عندك الاي دي اتش. طب هو الاي دي اتش كان بيعمل حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ كان بيقلل كميه البول ويزود تركيزه يا ولاد. يبقى الاجابه ب بقى، هيزيد الاي دي اتش عشان الجفاف ويقل كميه البول، الاجابه ب. سؤال رقم 10 بيقول: عند زيادة حجم الدم. يعني ايه حجم الدم؟ يعني المية في الجسم بقت كتير يا ولا مش الاي دي اتش اصلا بيزود المية في الجسم؟ طب انت واحد عندك المية في جسم عالية، هل انت محتاج الاي دي اتش في حاجة؟ يبقى الاجابة طبعا يزداد دي غلط ويزداد دي غلط. يبقى الاجابة يا ج يا د، يقل الاي دي اتش يقل الاي دي اتش. طب والاي دي اتش بيعمل ايه؟ قلنا بيقلل الكمية ويزود التركيز. يبقى لو عكسنا هيزود الكمية، يبقى الاجابة هتبقى د.
ماشي. طفل قصير القامة يعني أزعة سليم العقل، يبقى ده عنده نقص جي اتش. خلي بالك نقص هرمون النمو ملوش علاقة بالتخلف العقلي، يبقى الواد ده مصاب بمرض القزامة. إيه الإجابة به؟ اللي بعده. كل مما يلي من أسباب التضخم الجحوظي ما عدا إيه؟ تناول اليود بكثرة يعمل تضخم جحوظي، ورم في الغدة النخامية يطلع تي اس اتش كتير فيطلع سيروكسين كتير فيعمل تضخم جحوظي، ورم في الغده الدرقيه تضخم جحوظي. طب اجسام مضاده تدمر الغده، لا دي بتدمرها، يعني هتبوظ الغده اصلا، هتبوظها، وبالتالي الاجابه هتبقى د. قد يصاب الانسان بهشاشه في العظام بسبب نقط. والله يا ابني يعني ايه هشاشه العظام؟ من الاخر كده قلنا ادي العظمه وادي الدم. يعني ايه هشاشه العظم؟ يعني من الاخر كده هناخد الكالسيوم من العظم ونرميه في الدم. الهرمون اللي كان بيعمل كده كان اسمه باراث هرمون، وبالتالي لو زاد الباراث هرمون قوي قوي يعملها هشاشه. طب ما هو عكس الباراث هرمون مين؟ الكالسيتونين. يبقى لو برضو قل الكالسيتونين قوي قوي يعمل هشاشه، وبالتالي الاجابه الف زياده الباراث هرمون او نقص الكالسيتونين. حلو. ركز معايا بقى على السؤال 14 عشان ده سؤال امتحان. هرمون الباراث هرمون بيعمل ايه؟ طبعا الباراث هرمون بيزود الكالسيوم في الدم، وانا فهمتك اي حاجه رايحه على الدم دي عمليه اسمها امتصاص. عمليه اسمها ايه؟ امتصاص. وانا قلت لك الدم عكس البول يا ابني، يعني لو زودت الحاجه في الدم يبقى قللت الحاجه في البول. قواعد، قواعد خدها من اخوك اتش ما تراجعش ورايا. يبقى طبعا هو بيزود الكالسيوم في الدم يبقى بيقلل الكالسيوم في البول، يبقى بيقلل الكالسيوم في البول، ودام بيزود في الدم يبقى بيعمل ايه؟ امتصاص، يعني بيزود من عمليه الامتصاص. الاجابه كده. اذا علمت ان افراز الادرينالين يؤدي الى التعرق، يا عم الحاج انا عرقت يعني فقدت ميه كتير. طبعا انا لو فقدت ميه كتير اقدر اعوض الميه اللي انا فقدتها عن طريق ان انا يطلع لي هرمون الاي دي اتش ويرجع الميه للجسم تاني. يبقى خلي بالك لو زاد العرق، او في فصل الصيف، او حضرتك عطشان، او حضرتك عندك جفاف، كل ده بيزود لي هرمون الاي دي اتش. كلها علاقات طرديه، كلها علاقات طرديه. الاجابه جيم. كده يا جماعه يبقى خلصنا الحمد لله اسئله الكويز بتاع حصه النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله الحصه القادمه في فيديو اخر. كان معكم اخوكم دكتور اتش. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.